في الرياضة، أعلنت اليوم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أن الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى للرباط انضم للعصبة الماسية للاتحاد الدولي لألعاب القوى. قرار الانضمام يعد اعترافا بالتألق السريع للملتقى الذي أضحى في بضع سنوات يحتل مركز الصدارة. قائمة بالعشي ويسر تومي. جمعية العصبة الماسية التي قررت بالإجماع في إطار جمعها العام المنعقد بالأمس 2 مارس 2016 قبول انخراط الملتقى الدولي محمد السادس رسميا في حظيرة العصبة الماسية لألعاب القوى. لأول مرة في تاريخ العصبة الماسية إفريقيا حاضرة في الأجندة بفضل اسم ملتقى الدولي محمد السادس الرباط الذي كسب الرهان أمام مدينتين عريقتين في التنظيم العالمي، بكين ونيويورك. باش يكون ضيم الليغ في المغرب فهذا يعني شرف كبير لنا، وان شاء الله غنديروا ما في جهدنا باش اننا ان شاء الله نحاولوا نديروا اوقات اللي غتكون في ان شاء الله في توب ليست مونديال ان شاء الله، باش هذا الملتقى يبدا بدايه مادام انه غيكون اول ضيم الليغ غيبدا في اللي هو 22 ماي اللي هو الرباط. نتمنى انه يبدا بدايه قويه ان شاء الله ويكون على هذا المنوال ان شاء الله السنوات الجايه. العصبة الماسية بالمغرب حلم طالما راود كبار العدائين المغاربة الذين ميزوا سابقا الساحة الأولمبية والعالمية. ذروة الاهتمام الإعلامي والجماهيري ستكون منصبة على هذا الحدث الذي سيستقطب كبار نجوم ألعاب القوى على المستوى العالمي. الآن وصلنا للقمة وستنتظرنا تحديات، والمغاربة قادين على التحديات، والحمد لله الآن العدائين المغاربه عندهم العصبه الماسيه في العقر ديال الدار ديالهم، واللي غنفتخروا بها الى الابد. الابطال اللي غيجيو ما غيجيو بلا خاطرهم، لان غادي خصو عنده واحد 6 ديال السباقات خصو يلعبهم كاملين. الا نقص ليه واحد ما غاديش يحسبوا ليه النقاط. هذا هو الحاجه اللي زوينه في هذا. يقدر يجيو كاع الابطال الكبار مثل البول مثل الابطال الاخرين. بدأ العد العكسي، والرباط رفعت شعار التحدي لتأكيد أحقيتها في انضمامها إلى أسرة العصبة الماسية لألعاب القوى. الموعد 22 من شهر ماي القادم.